البيكاتا بالمشروم من ألذ الأطباق اللي ممكن تعملوها لو مستعجلين وفي نفس الوقت حابين تاكلوا أكلة حلوة. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. الفراخ اللي استخدمتها في الوصفة هي صدور بانيه. أول حاجة تبلتها بالملح والفلفل الأسود على كل ناحية، مش هحتاج أي توابل تانية، هعتمد بس الملح والفلفل الأسود. مش هخليها في التتبيلة ولا أي حاجة، هبتدي فيها على طول في طاسة واسعة. حطيت مكعب من الزبدة وشوية من الزيت، وأول ما سخنوا كويس جدا اديت صدمة للفراخ. أهم حاجة ما نقلبش الفراخ كتير وهي على النار، أنا هسيبها على كل ناحية لغاية ما تستوي تماما. وعلشان أعرف إن هي استوت هنلاقي الحواف كده خدت اللون الأبيض والفراخ نفسها حجمها قل، يعني كشت. والفراخ من أسهل وأسرع الحاجات اللي ممكن تستوي بالظبط، خدت على كل ناحية دقيقتين مش أكتر. أهم حاجة لازم تكون النار عالية علشان ما تنزلش المية اللي جوه الفراخ وتبقى ناشفة، احنا عايزين الفراخ نفسها تكون جوسي. لما بقت بالشكل ده قلبتها على الناحية التانية وسبتها برضو دقيقتين من غير أي تقليب مرة تانية. خلاص، يعني إجمالي عدد الدقايق في تسوية الفراخ بالكامل خدت تقريبا 5 دقايق بالظبط. أهم حاجة تاخد اللون المظبوط، منخليهاش محروقة علشان الزبدة نفسها ما تتحرقش، لأن احنا هنستخدم نفس الطاسة في بقية الوصفة. بعد كده لما استوت من ناحيتين وخدت اللون الحلو ده خرجتها وخليتها على جنب، واستخدمت نفس الطاسة في بقية الوصفة. على طول أول ما خرجتها ضفت شوية من البصل المفروم في الكبة ومعلقة صغيرة من التوم المهروس الفريش. قلبت كل البصل مع التوم كويس في الزبدة لغاية ما خدوا اللون الحلو ده، يعني بس دبلوا ما تحرقوش ولا حاجة، أنا خليتهم بس ياخدوا اللون البني الفاتح. بعد كده ضفت عليهم مشروم فريش، ممكن كمان مشروم معلب. هفضل أقلب في المشروم مع البصل والثوم لغاية ما لونه يبقى لون بني فاتح وكمان حجمه يقل. بعد كده ضفت عليه معلقة كبيرة من الدقيق، ورجعت قلبت مرة تانية لغاية لما الدقيق ده كمان اللون الأبيض اللي فيه اختفى وحسيت إن هو استوى. كل حاجة هتندمج مع بعض وهتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتحسوا إن هي بقت شوية عجينة، الدقيق لزق في المشروم، بس هو ده الشكل الطبيعي. بعد كده ضفت عليها كوبايتين من الحليب. الأول ضفت أول كوباية ورجعت قلبت. هنلاحظ إن الدقيق اتكتل مع الحليب، بس ده طبعا طبيعي جدا لأن الدقيق ستيل أكتر من كمية الحليب اللي حطيناها. بعد كده ضفت الكوباية التانية علشان أفك كل الدقيق ده. رجعت قلبت مرة تانية لغاية ما الدقيق فك ورجع بقى صوص سايل عادي خالص. وفي الآخر هيوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هافضل بس أقلِّب فيه كويس على النار، النار هنا تكون متوسطة وهيبقى بالقوام واللون التحفة اللي أنتم شايفينه ده. نحاول بقى في التوابل ما نحطش كتير، لإن إحنا already حطينا في الفراخ واستخدمنا نفس الطاسة، فنحط شوية بسيطة خالص من الملح والفلفل الأسود. لو تلاحظوا ما استخدمناش أي توابل كتير في الوصفة دي عشان إحنا هنعتمد على طعم الصوص بالمشروم مع الفراخ. قلِّبت كل التوابل مع الصوص كويس وسِبته على نار هادية بس لغاية لمّا أحس إن هو خَد غلوتين مش أكتر. بعد كده نزّلت الفراخ في الصوص، ونحاول بقى إن إحنا نخلّي الصوص يغطّيها كمان من فوق، إحنا عايزين الفراخ تكون مغمورة كده في الصوص. وهنا بقى بعد ما أحُط كل الفراخ أنا هاخلّيها على نار هادية خالص من غير حتى ما أغطّيها لمدة بالضبط 10 دقايق. مجرّد إن الصوص يدخل جوّه الفراخ يعني لحم الفراخ يمتصّه. وقدّمتها مع رُز أبيض وخضار sauté، وهتلاقوا كمان وصفة الخضار الsauté نازلة الفيديو اللي جاي. عايزة أقول لكم إن الصوص طعمه أحلى من الفراخ نفسها، بتتقدّم مع رُز أبيض. هتحطّوا الصوص كده مع الرُز هيدّيه طعم خطير، والخضار الsauté بجد مع الوصفة دي يعني اختيار مثالي. ممكن كمان تقدّموها مع fries أو حتى mashed potato اللي أنتم حابينه. هاستناكم تجرّبوها وenjoy.